هنا القاهرة. يا صباح الفل في اليوم ال55 من تحدي صحيان الفجر. فين الإحساس لما تقعدوا مع نفسكم وتفتكروا إيه أصلا كان هدفكم في الحياة وتقارنوه بالمكان اللي انتوا فيه دلوقتي واللي بتعملوه وتحسوا إنكم بعدتوا بدل ما المفروض تكونوا قربتوا؟ إحساس وحش أوي صح؟ وده بالظبط اللي أنا حاساه النهاردة. ما قدرتش أصحى الفجر للأسف بسبب أسباب صحية، بس قمت وأنا في بالي حاجة واحدة بس، قاعدة 1%. القاعدة دي معناها إن كل يوم بتحسن وبتطور بنسبة 1% بس. يعني لو بدأت النهاردة على آخر السنة شوفوا بقى هكون اتحسنت بنسبة كام في المية. ده بالظبط السر اللي اتكلم عنه مؤلف كتاب العادات الذرية، إنه هيغير طريقة تفكيركم في حاجات كتيرة قوي. المهم إن بعد ما خلصت روتين بشرتي، وصح اوعوا تنسوا تطلبوا مجموعة باريشيا للتفتيح والترطيب من اللينك اللي في البايو أو تحت في الكومنتس. خلصت كمان التنظيف والترتيب. لقيت ماما داخلة عليا بخزين الصيف، فراخ وسمك لازم اغسلهم ونخزنهم. ماما طبعا ما عندهاش فكرة اننا نجيب الحاجة ونغسلها لما نيجي نعملها، لا، لازم قبل الخزين ننضفها ونتبلها كمان عشان تكون جاهزة للطبخ على طول. وانا بصراحة مع طريقة ماما جدا وبتوفر مجهود جبار. بعد ما خلصت التتبيلة وخزنت السمك والفراخ، قررت اقوم اعمل شوية رياضة واجدد طاقتي كده ودورة جسم. كنت عايزة اقعد مع نفسي شوية في هدوء، فقعدت اجاوب على الاسئلة اللي قالها احمد ابو زيد في فيديو غير حياتك في يوم كامل. خلصت واخدت دش وقعدت عملت كوباية قهوة طلعت من غير وش بصراحة المرة دي. قلت بعدها لازم بقى ابدا اذاكر الانجليزي اللي عليا، وركزت شوية. ولو عايزين روتيني الخاص بطريقة مذاكرتي للإنجليزي بالذات وتطويره قولولي في الكومنتات وأعمل لكم عنه فيديو منفصل. بدأت بعدها شغلي، خلصت شوية محترمين وقمت أعمل الغدا. اتغديت مع ماما واتفرجت أنا وهي على المسلسل اللي بنتابعه الفترة دي، وعمل لنا جو تحفة. نهاية اليوم بكوباية شاي رايقة وأنا قاعدة في البلكونة، وعملت روتين بشرتي قبل ما أنام. بجد بحس إن روتين البشرة ده محسن من جودة النوم جدا. مش عارفة بيعملها ازاي بصراحة، بس بهدى وبحس ان انا بنام بسرعة. قررت اقعد بعدها واخلص شوية شغل في هدوء كده. بس هو ده كان يومي. استنوني ان شاء الله في الفلوج الجاي. تصبحوا على خير، مع السلامة.